السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. والنهارده هنعمل اكله اقتصاديه جدا، اللي يعني ببتنجانيه واحده وبطاطسايه وبصلايه صغيره وبطماطمتين بس. محتاج اكتر من طماطمتين، مش هيجي ربع كيلو، وبطاطسايه واحده وفصين من الثوم، وعندنا بصل متقطع بالشكل ده، وتوابل ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون. هنشوف هنعمل ايه وهنرجع لكم تاني. حمرت البتنجان وحمرت البطاطس وعملت قرنين فلفل كمان معاهم كده بالطريقه دي، ولسه بحمر في بقيه البتنجان. وبقيه البتنجان بيتحمر في الطاسه زي ما انتم شايفين، هيتحمر كله وبعد كده هرجع لكم هنعمل ايه. ودي كميه بعد ما خلصناها، بعد ما حمرنا البتنجان والبطاطس والفلفل. دي بتنجانيه ودي بطاطسايه زي ما احنا قلنا. هنوريكم هنعمل ايه. في طاسه سخنه على النار، حطينا حبه زيت وهننزل بالبصل اللي احنا كنا مقطعينه. ممكن تاخدي معلقتين زيت من الزيت اللي انت كنت بتحمريه في البتنجان لو هو نضيف يعني. كده شكل البصل في الزيت، مش هنديله تحميره جامده يعني، دوب بس كده يدبل، وهننزل عليه بالثوم. كده البصله بدات تدبل، هننزل بقى بفصين الثوم. فصين الثوم وهنبدا نقلب. انا مش عايزاها تبقى مكرمله، لا احنا يا دوبك بس كده تدبل بسيط، وبعد كده ايه هنحط الطماطم. اللون اللي احنا محتاجينه هو ده، يا دوبك بس دبلت. هننزل عليها بالطماطم. بسم الله. دي اكله موفره واقتصاديه جدا يعني. الطماطم طماطميتين 3 وبصلايه صغيره جدا وبتنجانه واحده وبطاطسايه واحده. هننزل بالتوابل بتاعنا، الملح والفلفل والشطه والكزبره الناشفه والكمون. هنقلبهم ونسيب الطماطم لما تتسبك. كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت. هنحط البتنجان المكعبات والبطاطس والفلفل وهنرجع لكم تاني. حطينا البتنجان والبطاطس والفلفل، هنديهم تقليبه كده. تقليبه بس الطماطم تمتزج مع كل المكونات. هي شربت من الصوص اللي هو الصلصه اللي احنا عملناها كده، هي جاهزه على التقديم. كده بقى هي جاهزه على الاكل مع العيش البلدي الجميل بتاعنا. كده احنا عملنا احلى واوفر اكله الولاد جدا بيحبوها، وهي غنيه جدا بالفيتامينات وما خدتش مننا وقت، واحنا كمصريين بنعشقها. وبالهنا والشفا. طبعا هي الصوره بتتكلم عن نفسها، وبالهنا والشفا. فيديو عجبك ما تبخليش عليه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.